السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساكم الله بالخير جميعا. بهالجو الجميل اللي أبشركم فضل الله جانا أمطار وخير، قلت بقول لكم قصة وإن شاء الله أنها تعجبكم. قصتنا اليوم يا جماعة الخير عن الصحابي سعيد بن عامر الجمحي. سعيد بن عامر كان على وقت اللي هو غزوة بدر كان صغير بالسن، فكان يعني الله معطيه جسم ومعطيه مثل قولة يعني قوة من صغره. فبعد انتصار المسلمين على المشركين بغزوة بدر كانوا المشركين يدورون أي مسلم علشان يتشافون منه، يعني يمسكونه ويقتلونه يعذبونه قبل يقتلونه، من أجل يخلون اللي مقتول ولده ولا مقتول أبوه ولا أخوه يتشافى منه بعد الهزيمة بالمعركة. فالمشركين عدوا كمين لحد الصحابة أو الصحابي خبيب بن عدي رضي الله عنه، فأظفروا به ومسكوه. فتباشروا المسلمين المشركين بمكة إنهم مسكوا أحد الصحابة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فشاع الخبر وقالوا بيحددون يوم من أجل قتله وتعذيبه بمكة، وكل له ثار يجي يأخذ ثأره من هذا الصحابي الجليل. الحاصل يا جماعة الخير جابوه مكبل ومربوط وين؟ بالتنعيم من مكة، فحطوا خشبة الصلب اللي هو بيصلبونه عليه، والعالم تجمع، الحريم والرجال والأطفال، وكان اللي قدامهم يمشي سادات قريش لأنهم فرحين بمسكته علشان يتشافون منه. فكان سعيد بن عامر كان صغير هاك الوقت، مثل ما تقولون يعني توه بعز شبابه يعني، لكنه نشيط هو، وكان معطيه مثل ما قلت لكم الله القوة والنشاط. فكان برضه هو من ضمن المشركين، فتوجه للتنعيم من أجل يشوف وشلون مصرع أو الانتقام من خبيب الصحابي خبيب اللي مسكينه المشركين. فتوجه على طول للتنعيم. من صغره كان يزاحم الناس ويقدر، فيداحم الحريم ويداحم الرجال لما وصل للخط الأمامي. الآن صار ما قدامه إلا خبيب يشوفه. فكانوا المشركين رابطينه عند اللي هي السارية اللي راح يصلبونه به، فيسمع خبيب وهو يطلب منهم طلب، فقال لهم خبيب رضي الله عنه: أنا قبل لا تصلبوننا وتقتلوننا عندي طلب واحد أتمنى أنكم تلبونه لي. قالوا المشركين: وشو طلبك؟ قال: إني أصلي ركعتين. فقالوا له المشركين: ما يخالف. ففكوا القيود عنه وتوضأ وصلى له ركعتين سريعات، استعجل بهن الركعتين. فلما خلص من الصلاة التفت على المشركين وقال: والله لو أنكم تقولون أني خايف من الموت لاستكثرت من الصلاة، ولو لا تأخرت يعني بالصلاة، ولكن من أجل ما تكون خايف ترى استعجلت بالصلاة. فقام خبيب وربطوه بالسارية اللي بيصلبون عليه، وهو يعلنون سادات قريش، وقالوا: يا معشر الناس، من له ثار من المسلمين يجي يقتطعه من خبيب. طبعا العالم اللي مذبوح أخوه بمعركة بدر، واللي مذبوح أخوه، واللي عمه، واللي خاله، تجمعوا على خبيب كلهم، اللي معه سكين واللي معه عصا واللي معه حصاة، وكل بدأ يقطع قطعه من جسم خبيب وهو حي. فكانت الدمان كان كل جسمه دمان، والعالم تجمعت عليه. وكان سعيد الشاب هذا يناظر وساكت، ما بيده حيلة ولا يقدر هو أساسا يسوي شيء، وكان هو من ضمن المشركين يعني. الحاصل فجو سادة قريش وهم يبعدون الناس عن خبيب الصحابي خبيب،
وقالوا له يا خبيب أتتمنى أن يكون محمد اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم يكون مكانك؟ فإذا قلت إيه راح نطلقك، وإذا قلت لا راح نقتلك. فرد عليهم خبيب، وكان سعد يسمع رد خبيب عليهم. وش رد خبيب رضي الله عنه؟ قال والله ما أحب أن أكون آمنا بين أهلي وولدي ومحمد يؤخذ في شوكة فقط. فصاحوا الناس عقب ما سمعوا رد خبيب هالمرد هذا، فصوتوا بقتله على طول وهو مقطع منه على ما يقولون أشلاء من جسمه. فقتلوا المشركين خبيب، وكان سعيد يرى قتل أو مقتل خبيب. وقبل مقتل خبيب دعا عليهم دعوة، فقال خبيب اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ثم لفظ أنفاسه ومات رحمة الله عليه. الآن يا جماعة الخير تبدأ قصتنا مع الشاب سعيد بن عامر. سعيد بن عامر كان يشوف ويرى كل اللي صار، وكانت هالصورة وصور خبيب ما تغيب عن باله، وكان إلى نام بالليل بدأ يرى كل اللي كان شايفه، فكان منزعج وضايق صدره ولكن ما يدري وش يسوي. حتى أنه كلمات خبيب وهو يقوله ويتذكر الصلاة يوم أنه يصليه بكل طمأنينة وخشوع يذكره. فالله سبحانه وتعالى فتح على قلب سعيد وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقال أبهاجر للمدينة من أجل أسلم على يدين الرسول صلى الله عليه وسلم. وفعلا أعلن إسلامه بمكة قبل لا يطلع للمدينة. ليش؟ ما خاف أنهم يمسكونه ويسوون بنفس ما سووا بخبيب. كان سعيد مشهور مثل ما قلت لكم بالقوة، كان قوي وكان شاب وشجاع ومقدام، فلهذا الشيء على طول ركب خيله وطلع على طول للمدينة، متوجه للمدينة. فكل يخاف أنه يلحقه، يخاف من المشركين طبعا، يخاف أنه يقتله. وصل سعيد للرسول صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه وأسلم، وكان ملازم للرسول صلى الله عليه وسلم، وشهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم معركة اللي هي خيبر واللي بعده من الغزوات. وبعد فترة توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى ربه. فتعلمون أن جميع المسلمين حزنوا على وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وانتقل بعده إلى الخلفاء الراشدين. فعاش سعيد بن عامر بخلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكان له مكانة بين الصحابة، تقديرهم واحترامهم ومعرفة من هو سعيد بن عامر، ومعرفة قوة إسلامه وإيمانه وصدقه. فتوفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وانتقلت الخلافة إلى عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. وكان معجبا بسعيد وبإيمانه وقوته وصبره. وكان سعيد من الزهاد في الدنيا، من الصحابة الزهاد اللي ما تهمهم الدنيا شيء. فلما استلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة، توجه سعيد لمه وقعد ينصحه، وقال له معنى يعني الكلام إنه لا تخلي أحد من المسلمين سواء كان قريب ولا بعيد ترك مسؤول عنه، وخف الله بالناس، فأنت وليت أمرهم. فلهذا الشيء ترى الفقير والغني والبعيد والقريب بيسألك يوم القيامة عن أي تقصير منك يا عمر. فكان عمر
من الناس اللي يقدرون سعيد. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لسعيد عني على ذلك. قال له أنا ما أقدر. قالوا شلون تنصحن وتقول لي كذا وخف بالناس وكذا وأنت أول من بيبعد عنه؟ فلهذا الشيء أنا ما راح أترك، لابد أنك تكون عون معي. أنا يهمنا اللي مثلك أنهم يكونون معي عشان يشدون أزري. ففعلا عمر بن الخطاب كان فيه مثل ما تقولون مدينة مشهورة بكثرة الشكاوي أهله، أنه ما يعجبهم العجب، يجيبون لهم من الولاة عليهم مهما كان برضه ما يرضيهم، لازم يمشكونه أو يقتلونه. أهم شيء أنهم ما يمكن يتفقون مع واليهم. فولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه سعيد على هذه الولاية، لأنه عارف إيمان سعيد وصبره وقوته، فلهذا الشيء حط سعيد لأنه يثق به ثقة عمياء. ففعلا قال له عمر أني بعطيك راتب من بيت مال المسلمين. فقال سعيد أنا لا أستحق هذا الراتب، ما أبي منك شيء، أنت وليتن أبروح سمعا وطاعة لك كولي أمر، أما من أجل المال فما أبي مال. وفعلا راح سعيد وصار والي على هذه الديرة. فجاء من يشكي، من يشكون سعيد. فاستغرب عمر، قال يعني أنا أثق به. فبدأ عمر يدعي الله سبحانه وتعالى ما يخيب ظنه بالصحابي سعيد. معقوله بيشكون من سعيد؟ ما هي معقوله. فعمر أرسل الكبارية أهل هالولاية هذه أو المدينة هذه، قال احصوا لي فقراءكم. ليش؟ لأن عمر يبي يجيب زيارة، فيبي يشوف منهم أفقر ما بالديرة. الحاصل أرسلوا له أسماء الفقراء بالديرة، ومن ضمنهم منه سعيد بن عامر، حاطين اسمه بالقائمة. قال معقوله يعد من ضمن الفقراء وهو الوالي، والي الديرة؟ استغرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يتوجه لنفس الولاية هذه أو المدينة هذه بنفسه. راح. فأول ما وصل عمر وكان فيه أحد بشير له، يعني أنه يعلمهم أن عمر بن الخطاب راح يجي اللي هو أمير المؤمنين، فكانوا يستقبلونه أهل الديرة، وكانوا فرحين بجيته أنه مثل قولتهم ينقذهم من سعيد بن عامر. فجاء وسألهم على طول، قالوا ما وش تقولون بسعيد؟ فقالوا له انه يتأخر علينا الصبح ما يجي، وانه به يوم بشهر ما يطلع، وانه مقصر، وانه كذا، وانه ايش يكون. قال خلاص بكره ان شاء الله راح اجلس بالمجلس الحكم واجيب لكم سعيد بنفسه وانتم امامه وحكم عليه وانتم تشوفون. ففعلا صار من بكره وهم يجلسون وكان سعيد معهم. فقال لهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وش أول شكوى لكم على سعيد؟ قالوا يا أمير المؤمنين إنه ما يطلع لنا، ما يخرج لنا من الصبح إلا إلى تعالى النهار، يعني مثل قولتهم ما يطلع لنا إلا الضحى. فوجه السؤال عمر لسعيد وقال له وش تقول بكلامهم؟ قال نعم صحيح، كلامهم صحيح، وأنا ما كان ودي إني بقوله، ولكن الآن حديت أني أتكلم وبتكلم عن سبب تأخري كل صبح. قال له قل. قال يا أمير المؤمنين أنا ما عندي خادم بالبيت من أجل أولادي، فأقوم الفجر بعد الصلاة وأعجن العجينة ثم أنتظره حتى تخمر، ثم أقطعه بعدين خبز حتى أطمئن إن أولادي وزوجتي أفطروا، بعده أطلع لمجلس الحكم. يا الله سبحان الله العظيم. قال طيب. عمر مثل اللي يرتاح من جوابه الأول لأنه يثق به، وهو يدعي الله بينه وبين روحه إن الله ما يخيب ظنه بسعيد.
فقال لهم أعطون السؤال الثاني، الشكوى الثانية اللي عندكم وش فيه سعيد؟ قالوا له إنه ما يكلم أحد بالليل. شكواهم الثانية إن سعيد ما يكلم أحد بالليل. فقال لعمر ها وش تقول؟ قال نعم يا أمير المؤمنين، والله لو ما أكرهتني على أن أقول لما قلت، ولكن الآن أقول السبب، يعني بقول السبب. قال يا أمير المؤمنين أنا جعلت النهار لهم للناس يعني، والليل لله سبحانه وتعالى، فلا أكلم فيه أحد من الناس بالليل. فاطمأن عمر على جوابه والتفت عليهم قال ما شكواكم الثالثة؟ قالوا له شكوانا الثالثة إنه كل شهر يوم كامل ما يطلع لنا بالنهار. فقال له عمر ها ليش هاليوم هذا بالشهر ما تطلع لهم؟ قال يا أمير المؤمنين أنا لا أملك إلا ثوب واحد، وخصصت لي يوم بالشهر إني أفسخه الثوب وغسله، فما أغسله إلا مرة واحدة بالشهر، فما عندي ملابس ألبسهن غير هالثوب من أجل أطلع للناس. فتباشر وجه عمر بهالجواب. فقالوا له يا أمير المؤمنين إنه إذا أخذ فترة وهو جالس بالمجلس يغشى عليه فيغمى عليه وهو جالس بين الناس. فاستغرب عمر قال يا سعيد أيحصل منك ذلك؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال وما سبب ذلك؟ ليش يعني يغشى عليك؟ قال يا أمير المؤمنين إن لما كنت مشرك أني حاضر مصرع خبيب، فكان المشركين يقطعونه تقطيع من جسمه، وكنت أنا أنظر له، وكانوا يقولوا له تحب أن يكون محمد مكانك؟ فرد عليهم وقال أنا لا يمكن أو لا أحب أن أكون آمن بين أهلي وأولادي وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تبطه شوكة واحدة، توغزه شوكة واحدة. فقتلوه وأنا أشاهد أنظر، فخفت أن تحبط أعمالي، وخفت أن الله يغضب علي ويحبط عملي من أجل أني ما نصرت خبيب ذلك الوقت وأنا مشرك. سبحان الله العظيم. فلهذا الشيء يقول أتذكر ويغشى علي، ليش ما نصرت خبيب بذاك اليوم بالرغم أني مشرك؟ فيغشى علي. فتباشر وجه عمر وتباشر عمر أن الله سبحانه وتعالى ما خيب ظنه بسعيد، فثبته على الولاية وأعطاه 1000 درهم ذهب، فقال له هذه لك من أجل تقوم بحياتك. يعرف أنه جوعان، يعرف أنه فقير. فأخذه أنه لما راح للبيت مسك زوجته وقال له، زوجته فرحة الآن أن عمر معطيه 1000 درهم أو دينار ذهب. فقال له وش رايت بهالفرحة؟ أخلي يهلس فرحتين إنهن يصير مثل قولة دبل الدبل هال1000. قالت يا ليت والله. قال تروحين توزعينهن بنفسك أنت على اليتمان والفقراء والمحتاجين من الناس، فالله سبحانه وتعالى سيضاعف لنا هذا ونحن لن نموت من الجوع. هذا الصحابي سعيد بن عامر رضي الله عنه وأرضاه. أتمنى أن هالقصة عجبتكم، وأعتذر لكم على الإطالة يا جماعة الخير، وفمان الله. أذن المغرب.